هي دي بقى المشكلة اللي بتخلي القناة تنزل قنوات اون سبورت، تنزل لك قناة واحدة وبقية القنوات ما تنزلش. تعالى معانا نشوف حلها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى نشوف حل ان مشكلة قناة اون سبورت لما بنيجي ننزل التردد بتاعها تنزل لنا قناة واحدة، وهم المفروض ينزلوا 3 قنوات: اون سبورت، اون سبورت بلس، اون سبورت ماكس. ازاي نحل الموضوع ده؟ احنا لما بنيجي نضيف التردد بندوس على زرار المنيو اهو، واضح، منيو، وبنروح على التركيب. بيختلف شكل القائمة دي من جهاز للتاني، بس انت اول ما تدوس منيو دور على كلمة التركيب وقف عندها ودوس اوكي، وانزل عند قائمة الترددات ودوس اوكي. هتجيلك قائمة الترددات. انت بتيجي تعمل اضافة للتردد زي ما انا هعمل اضافة كده: 11 9 7 7. معدل الترميز ده معلومة ليك ثابت على كل الترددات 27500. أول الاستقطاب معمول عمودي، هندوس أوكي. مرسل موجود، فهو بيقول لك مرسل موجود. معنى كلمة مرسل موجود، طبعا احنا قناتنا اسمها افهمها وتصلحها، فأنا لازم أفهمك ليه وبقول لك كده، وليه لما بتعمل بحث بينزل لك قناة واحدة وما ينزلكش بقية القنوات. نفترض إن التردد ده عامل كأنه مبنى جواه محلات كتير، المبنى ده جواه 10 محلات، فلما بيتضاف عليه محل جديد بيبقى ده المحل رقم 11. طب لو في محل موجود فيه وغير اسمه بس، وانا جيت ادور، الريسيفر هيشوف ان هو 10 محلات بس. نفس الوضع اون سبورت لما جت تنزل قنواتها كلها على التردد ده، اخذت قناتين بالفعل كانوا موجودين على التردد ده، اصلا كانوا موجودين ونازلين عندك، بس هي الفكره انها غيرت اسمهم وضافت على التردد قناه جديده. فانت لما بتيجي تبحث ويقول لك ان التردد موجود عندك، بينزل لك بس القناه الجديده، والقناتين التانيين هم اصلا موجودين عندك بس باسماء قديمه. طيب نعمل ايه خلاصه الكلام عشان ننزل ال3 قنوات؟ نشترك ونعمل لايك ونكتب كومنت؟ لا طبعا مش كده. هنرجع من الاول خالص، هندوس منيو ونروح على التركيب، ندوس اوكي، وننزل عند قائمة الترددات. ادي الترددات 11 9 7 7. هنعمل اضافة الاول هنمشي معاك خطوة خطوة. نعمل اضافة ونكتب عشان انت ممكن تفتح القائمة دي تلاقيها مثلا جاية لك على اي تردد تاني، فانا عايز اوصل للتردد ده بس عشان امسحه. هندوس اضافة بدل ما تقعد تدور عليه بايدك يعني، وهنكتب 11 9 7 7، وننزل تحت ونكتب 2 7 5 0 0 عمودي اوكي. احنا بنعمل اضافة للتردد من الزرار الاحمر اللي في الريسيفر، بس مش زرار الباور طبعا، الزرار الاحمر ده اللي هو غير الباور، هتلاقيه فوق هتلاقيه تحت، هو الزرار الاحمر. طيب ادي كده لما كتبنا التردد ودوسنا اوكي راح لنا عليه اوتوماتيك، فاحنا عايزين نمسحه وننزله من اول وجديد بكل الترددات اللي عليه باساميها الجديده. هندوس اوكي، نلاحظ ان في علامه صح بقت جنب التردد ونتاكد من دي. طيب هنتعامل مع الريسيفر كانه موبايل. تحت الالوان مكتوب الاحمر اضافه، الاخضر تحليل، الاصفر شطب، الازرق بحث. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نمسحه، يبقى ندوس على ايه؟ برافو، الاصفر. ادي الزرار الاصفر، حذف المرسل، نروح واحده شمال، نتعامل كانه بالصومه كانه تليفون، وندوس اوكي. مسح التردد، مسحه بقنواته. طيب نعمل واحده بس رجوع عشان يعمل حفظ للبيانات، رجوع من اكزit من هنا من الزرار ده، رجوع خلاص، وندخل تاني اوكي قائمة الترددات. كده القنوات كلها اتمسحت، التردد بقنواته. هنيجي على الزرار الاحمر تاني بعد ما دخلنا قائمة الترددات اوكي، نكتب التردد 11 9 7 7. معدل الترميز احنا قلنا الثابت في كل الترددات 227,500. عمودي اوكي. ادي التردد اهو جه، وادي اشارة الجودة بتاعه، والقوة دي بتبقى إشارة قوة السلك وخارج الباور بتاع التيونر بتاع الجهاز والقطعة. يعني حتى لو الطبق مش جايب إشارة القوة دي موجودة، ودي الإشارة، دي إشارة كويسة تشتغل عليها القناة. لو عندك الإشارة أقل من كده أو أزيد من كده قول لنا في التعليقات. كده التردد نزل معانا أهو، بقينا واقفين عليه أوتوماتيك. هندوس عليه أوكي، كده علمنا عليه. معنى الكلام ده إن ده التردد اللي إحنا عايزين نشتغل عليه. عايزين نعمل بقى فيه إيه؟ عايزين نعمل بحث. الزرار الأزرق أهو تحت، الأزرق بحث. هنيجي على الزرار الأزرق ندوس بحث، بيحفظ البيانات.
دي اهم حاجه. تيجي عند بحث الشبكه دي ما تعملهاش فتح، خليها غلق. لو عملتها فتحه تطول معاك في البحث. نوع القناه جميع مش اشكال، كده كده التردد ده معلوش قنوات مشفره، وندوس اوكي. لاحظ بقى القنوات وهي بتنزل. شايف؟ حفظ التغييرات، حفظ نتيجه البحث، اوكي، حفظ البيانات. وهنرجع. بص بقينا فين؟ نزلوا فين؟ في اخر قنوات موجوده عندك على الريسيفر. يعني لو مش لاقيهم دوس رقم واحد واوكي، هيجيب لك اول قناه عندك. واطلع لفوق اهو، اون سبورت اتش دي اول قناه، اون سبورت ماكس اتش دي، اون سبورت بلس اتش دي. يا رب اكون قدرت افدتكم، عشان في ناس كتير كتبت في الكومنتات ان بقيه القنوات مش موجوده. وانا دورت صراحه بجديه على اليوتيوب وعلى كل المنصات، ما لقيتش حد عامل فيديو شرح مفصل بالطريقه اللي تنزل بيها الثلاث قنوات. في قناه فما تصلحها ان شاء الله هتعرف المشكله فين وتعرف تحلها. يا ريت ما تنساش تعمل اشتراك عشان عايز اوصل 1000 مشترك. شكرا.